عرفت من الكواليس إنه ما شاء الله عندك ولد وبنت وجوا معاكي وهم جهزوا الحياة الجميلة دي وبيساعدوكي. بجد يعني الفاميلي سبورت ده أنا بعتبره حاجة مهمة جدا في البزنس، لأنه لما تلقى الدعم من ناس بيتكم دي حاجة جميلة. وأنا الحمد لله يعني الحاجة دي يعني لمستها وعشتها، أمي وأبوي وأخواني، يعني ده دعمي بيكون يعني حاجة مختلفة عن إنه زول لما تسمع من أمك الصباح أنا عافية منك لما تسمع. وانت كمان بدورك بتقومي تنقلي لهم انه شكرك ده، فالحاجه دي جميله. كلميني شويه عن الحاجه دي. والله الحمد لله يعني الله يحفظهم. ربنا يخليهم لك. في جزء ماسك الباكجينج، ما شاء الله. جزء بيمشي يجيب ما شاء الخامات، الله ما شاء الله. فبنقعد سوا. يعني حتى بقيتوا زوجي فاميلي معي بزنس. ايوه، ولد اختي برضه معانا، ما شاء الله. هو اللي بيصمم اللوجو والحاجات دي، فكل واحد عارف مهمته يعني الحمد لله. أيوة. بنقعد كلنا بنشتغل مع بعض، بنساعد بعض، مع انه عندهم جامعات ولا عنده شغل ولا عنده شغل، لكن كلنا في الشغل خلاص كلنا داعمين بعض يعني. ايوه، لكن انت العمود. أيوة. دائما عمود البيت، الام هي المربيه وهي صح. بتعلمهم، لو ما كنت ربيتيهم صح ما كانوا الحمد طلعوا لله. بالصوره دي، الحمد فدي براها لله. نعمه. ايوه الحمد لله. ما شاء الله يعني براند اسري، وانت من حاجه صغيره بقيتي حاجه كبيره. ايوه الحمد لله رب العالمين. فضل ونعمه من الله. فضل ونعمة. انا فخوره بتجربتك، لانها بتمثل شريحه كبيره من النساء السودانيات اللي قدروا رغم كل التحديات يخلقوا مشروع حقيقي من البيت. المراه عموما لما تديها حاجه صغيره بتكبرها، تديها طفل بتكبره، وانت عملتي كده. انا بجد فخوره بيكي. انا كمان مبسوطه شديد انه احنا معاكم، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. وده الفايل بتاعي فيه كل المعلومات المطلوبه. متشكره جدا. وشكرا لكم كثير. تسلمي. الله يسلمك.